السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في فيديو جديد مع احمد الشريف. حلقه النهارده بقى هنجرب فيها مطعم اكل شوارع. طبعا بقالي كتير قوي نفسي اجرب المطعم ده. جبت من عنده بقى كذا حاجه النهارده مغطيه معظم المنيو عنده. هنفتحهم دلوقتي مع بعض ونشوفهم عاملين ازاي. هنبدا بقى اول حاجه بالمقبلات. طبعا هو عنده انواع كتير في المقبلات. انا جبت بقى الحاجه اللي هي مش موجوده عند الناس كلها، وهو الممبار. نفتحها كده ونشوف مع بعض. جايب بقى كده ممبار حوالي 2 4 6 8 قطع كده ممبار، حجمه كده نونو خالص كده. ثمنهم حاجه و40 جنيه، يعني غالبا الممبرايه الواحده دي المنمنمه دي واقفه عنها ب5 جنيه. المهم ندوق كده واحده ونقول بسم الله. بص، هو بصراحه طعمه حلو قوي. يعني ده غالبا اول ممبار في حياتي اكله من بره. بحس ان هو شبه اللي امي بتعمله في البيت. حلو جدا، ما فيهوش عيب نهائي. عيبه بس حاجه واحده بس، ان هو عشان المنونو ده بتاعه، الرز اللي هنا ده من بره ده بيبقى في التحميل وكده ناشف شويه، بيعض جامد معاك وانت بتاكل. ده ممكن بقى حذر بقى تيجي بقى دي في 2 3 من اللي موجودين في الطبق ده فيضايقوا. غير كده بصراحه تتبيله حلوه جدا. كميه الحشو في الممبار جميله جدا. عجبني قوي بصراحه. هو بقى زي ما قلت لكم ده بس عيبه الوحيد، وعيبه طبعا سعره يعتبر غالي طبعا بالنسبه للحجم ده. نقفل بقى كده المقبلات، نروح بقى للجد ونشوفه عامل ازاي. نخش بقى على الطبق اللي بعده. ده مكرونه بالكبده. انا بقى اخترت في الاصناف اللي عنده الاكل يعتبر اكل شوارع بجد بقى، مش اكل بقى المطاعم العاديه. ده مكرونه بالكبده دي كانت بالنسبه لي مزاج طبعا من وانا صغير يعني، وكوتشري كمان بالكبده. نفتح كده ونشوف. مبدئيا ريحه الكبده جميله جدا. طبق كده مكرونه بقى بتاعت البيت دي، وعليها بقى كبده كده من فوق. ماشي. الطبق ده عامل 24 جنيه. ندوق كده ونقول بسم الله. خد اول المكرونه لوحديها على الرايق مع الكبده. بصوا، انا بالنسبه لي الكبده الكواليتي بتاعتها شكلها حلو، متتبيله تتبيله جميله جدا. بس انا بالنسبه لي الكبده طالما متقطعه تخين ما بتجيش معايا سكه خالص. ان الكبده كده تكون بالسمك ده بالنسبه لي في الاكل بتعض معايا جامد، مش ببقى متقبلها. انا ببقى عايز اكل الكبده اللي تحطها في بقك تدوب كده من حلاوتها من كتر ما هي رفيعه. فانا كده بالنسبه لي يعني انا ما كيفنيش قوي الطبق ده، رغم ان هي المكرونه طعمها حلو والصلصه بتاعتها حلوه، الكبده تتبيلتها جميله. بس لا، يعني اللي فاهمين بقى الاكل الحرش اللي زي ما انا قصدي عليه هيفهموا انا قصدي ايه. يعني يعتبر في المتوسط. بس جربوا تاني ولا لا؟ لا، بالكبده دي كده. نروح بقى للي بعده ونشوفه عامل ازاي. نخش بقى على الحواوشي. وده بقى فاجئني بصراحه بحجمه طالع برده صغير قوي زي النونو. انا جبت من عنده 2 حواوشي، واحد عادي واحد ميكس بسطرمه صدق اضافه جبنه. نبدا باللحمه. يجي بقى كده طبعا في بوكس صغير. طبعا هو الفيديو شكله كبير بس هو في الحقيقه صغير جدا كده. طبعا شكله في الايد من جوه كده شكل اللحمه برده مش قليله في الساندوتش. الرغيف ده كده عامل 30 جنيه. ندوق بقى كده نقول بسم الله. حلو جدا بصراحه. عضه اللحمه في الساندوتش جميله جدا. العيش نفسه حلو وطعمه جميل جدا. طعم تتبيله اللحمه في الحواوشي حلو قوي. طبعا العيش هنا بالنسبه لي انا مش حلو، بس انا عارف ان هو مش حلو عشان الدليفري والجو اللي احنا فيه من الرطوبه في اسكندريه وكده، فالعيش طري شويه. ده انا متاكد ان منظر العيش ده لو انت اكلته من عنده لا هيعجبك. هيبقى العيش طبعا مقرمش عن كده وهيديك الطعم اللي انت هتبقى ممزج بيه قوي. فلا، انا الحواوشي بالنسبه لي اللحمه 100 100 حلو قوي بصراحه، ولا يتجرب تاني فعلا. خش بقى على على الميكس بسطرمه صدق. وده كمان شكله كده من بره بسطرمه هي والصدق باينين، وانا كمان عامل له اضافه جبنه فمخلي سعره 38 جنيه. اما شكله من جوه كده صدق بتحبيشه بقى كده، والبسطرمه يعني شكله بالصدق ساده والجبنه هي باينه اهي. المهم يلا بينا بقى ندوقه ونشوفه عامل ازاي. جامد جدا برضو بصراحه. حتى بقى هنا كمان موضوع هو طرى شويه في الدليفري، وهنا لا، هنا بقى ما طرش، ماسك نفسه كده جامد اهو. لا جامد جدا بصراحه. كميه الحشو حلوه. تتبيله الصدق اللي معموله بيها الحواوشي ده جميله جدا، عجبني قوي. بس انا بقى رايي لما تيجي تجيبوه ما تجيبوش اضافه جبنه. هو الجبنه اصلا قليله وطعمها مش فارق قوي في الساندوتش. انا كان فاكر بقى هيحط لي بقى جبنه تركي بقى مش موتزاريلا والجو الجديد ده، بس هو برضو ستيل طعمه جميل جدا وعجبني قوي ويستحق تتجرب فعلا من عنده. خش بقى على البرجر. طبعا البرجر ده انا جايبه اضافه جبنه وكده بسعره بعد اضافه الجبنه 45 جنيه، وده سعر بالنسبه بقى للناس اللي في الشارع يعتبر لا مش منافس، سعر عالي، فلازم اخد قصاده كواليتي عالي جدا. ده كده شكل العيش من بره شكله حلو، من جوه بقى كده العيش شكله بقى يتحرق منه كمان. قطعه برجر شكلها كبيره بصراحه. مش شايف اي جبنه في الموضوع يا جماعه. لا ثواني كده راجع الريسيت بتاعي، بس انا فاكر ان انا جايبه اضافه جبنه. انا رجعت دلوقتي الريسيت بتاعي لقيت نفسي ان انا طالبه بالجبنه، فهو جالي دلوقتي من غير جبنه. انا طبعا طالبه من ابلكيشن طلبات كان اسرع وكده. المهم هو جات له فرصه بقى ندوقه من غير جبنه. بصراحه حجم البرجر كبير قوي وحاجه كويسه جدا بصراحه، مش رفيع كده ولا اي حاجه. المهم طبعا ندوق ونقول بسم الله. طعم العيش المحروق ده مضايقني جدا بصراحه، يعني خلي الطعم مشيط قوي في بقي. يعني بصوا عامل ازاي، صعب قوي. وانا هدوق حته كده من غير الشايط ده. انا عايز اقول لكم ان حتى تحت كمان لاسع منه. خد حاجه يعني حتى جت في حته عيش ولسعت منها غيرها، ما نحطولهاش كده يعني. ما اعرفش حظي وحش مع البرجر الفتره دي. هدوق كده حته كده من طرف كده باللحمه، اشوفها كده عامله ازاي. حرام تضيع مجهودك اللي انت عامله في قطعه برجر محترمه جدا بالمنظر ده في حلقه عيش زي دي. يعني انا واحد كده انا افهمك او اقدر شويه الموقف ده. يعني لو قاعد عندك في المطعم ما كنتش هسكت بصراحه. يعني برجر طعمه تحفه فعلا، من احسن المرات اللي اكلت فيها لحمه برجر كبيور. جميله جدا، متتبله حلو، حجمها مناسب قوي للسندوتش، جوده اللحمه باينه ان هي نظيفه. حرام تضيع مجهود سندوتش زي ده حلقه العيش دي بصراحه. مش عارف اقيمه، مش هقيمه بصراحه يعني. نروح بقى للي بعده ونشوفه عامل ازاي. خش بقى على الكفته. ده بسعر 20 جنيه وبيجي بقى بشكله الجامد ده. شوي بقى كده السندوتش على الفحم بقى
خطوط الجريل اللي هي باينه عليه. طبعا هو جاي من غير طحينه ومن غير اي حاجه كده. لازم تحط لازم طحينه مع الكفته، ما ينفعش تعمل كفته من غير طحينه. لازم عارف لو جوه ما لقيتش فيه طحينه، مفيش طحينه جوه. لا يا عم طحينه، لازم تحط مع الكفته طحينه، ما ينفعش. طبعا هو حجم الكفته بصراحه صغير قوي، لا من بره كبير بس هي من جوه صغيره. بس المهم الطعم، ندوق كده نقول بسم الله. ظلام فيه طحينه جوه بس مش باينه. لذيذه والله حلوه، بس هي كميه الكفته نفسها في الساندوتش زي ما انتم شايفين كده مش كتيره قوي، بس بصراحه طعمها حلو. والساندوتش كله مع بعضه كده المشوي الجامد ده انا بيعجبني قوي بقى الجو ده حلو قوي. وبالنسبه لسعره يعتبر يعني الى حد ما مقبول. ساندوتش كفته ب 20 جنيه بعد الغلو يعني يعتبر شغال مش وحش. لا ده حلو ويتجرب تاني، انصحكم تجيبوه جميل جدا. نروح بقى للساندوتش اللي بعده وهو روزبيف بالزبده. انا الحقيقه بالنسبه لي الساندوتش ده مزاج قوي كده بالنسبه لي، فمعرفش بقى هو هيظبطه بقى كده زي ما انا نفسي فيه ولا لا. ده كده شكله من جوه، وبرده من بره بقى ايه في برده العلامات بتاعت الجريل دي. يعني مبدئيا كده انا مستبشر فيه خير. رشه الفلفل الاسود ديت اللي اتحطت دي، لا هو كده في الحته اللي انا عايزها. نقسم كده ونشوف الريحه حلوه. ندوق ونقول بسم الله. الله ينور، في اللي انا نفسي فيه بالظبط. العيش جميل، اللحمه حلوه وكميتها حلوه مش قليله، فيها كذا لفه اهي جوه بعضيها كده جوه الساندوتش. التتبيله البسيطه اللي الناس كلها تحبها، ملح وفلفل بس طعم الزبده موجود بس قليل، يعني محتاج يبقى سيكه كمان شويه. بحبح ايدك حبه بابا. غير كده بصراحه لا زي الفل. نروح بقى لاخر ساندوتش قبل الحلو، ساندوتش كريسبي، وده بسعر 20 جنيه. وده بالنسبه لي كده بالمنظر اللي انا شايفه ده هو يعتبر احسن قيمه مقابل سعر في الحلقه كلها. ساندوتش شكله كبير ومحترم وسعره يعتبر حلو جدا بالنسبه اللي موجود في الحلقه يعني النهارده. ساندوتش كده بقى عباره عن قطعتين فراخ بقى كده كبار، من تحت كمان بقى ايه طماطم والخس والكاتشب وكده. ده كده شكل الفراخ من جوه اهي، يعني فراخ حلوه صحيحه. دوق ونقول بسم الله. ساندوتش ما فيهوش غلطه. العيش جميل جدا، فراخ متتبيله تتبيله حلوه وبتقرمش قرمشه جميله جدا، كميتها كتيره وحلوه. يعني لو رايحين عند اكل شوارع ساندوتش فراخ كريسبي ب 20 جنيه ده هتحطه اساسي معاك في الطلب بتاعك، ما تفوتهوش حاجه تتقرم. ساندوتش 10 على 10 من كل حاجه. نطلع بقى على الحلو، اخر حاجه في الحلقه نختم بيها نشوفها عامله ازاي. انا جبت من عنده بقى بيني بانكيك لوتس كراميل بسعر حاجه و30 جنيه، هكتبها لكم برده في فيديو لما تظهر معايا. ده كده شكلها من جوه عباره عن كده عن ميني بانكيك، وشكل بقى الكراميل مع اللوتس صحوا مع بعضهم، مش باين بقى مين اللي كراميل ومين اللي لوتس. بس احنا طبعا اللي يفرق معانا ايه الطعم في الاخر. ناخد واحده كده ايه من النص مع الصوص. ده كده شكلها. ندوق ونقول بسم الله، ويا رب تطلع ختام الحلقه حلوه والنبي عشان هتضايق قوي لو طلعت وحشه. يلا بينا. طيب هو الحمد لله ان هي حلوه وجميله وتتاكل زي الفل. طعم العجينه حلوه جدا، فلافي كده وهشه وجميله. صوص الكراميل اللي محطوط ده تحفه جدا زي الفل بصراحه. اللوتس مش اصلي، يعني مخلي الطعم موحش. يعني عايز اقول لك دي لو كنت جبتها كراميل بس كانت تبقى حلوه جدا، بس صوص اللوتس اللي محطوط ده لا مش احسن حاجه بصراحه. القوام بتاعه كده خشن شويه وفي ترميله، يعني مش ظابط الاداء. بس هو اجمالا في الطعم مع صوص الكراميل مع الدنيا اللي فيه كده لا الطبق حلو، بس اجمالا يعتبر برده ان حاجه مقبوله، مش اللي هو ما تقدرش تاكلها او تقفل منها، يعني متوسطه الى حد ما. وبس كده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، اتمنى اكون غطيت لكم معظم الدنيا هناك عشان لو رحتوا بقى في وقت من الاوقات تعرفوا تجيبوا ايه. اجمالا كده معظم الحاجات اللي كانت في المطعم مفيش حاجه قفلتني منها خالص باستثناء العيش اللي كان محروق ده، رغم ان هو يعني انا اتضايقت اكتر ان البرجر كان طعمه حلو، بس معظم الحاجات بصراحه كانت كويسه جدا. في عنده حاجات اسعارها حلوه قوي بالنسبه للكميه وبالنسبه للقيمه، في حاجات اسعارها لا اوفر شويه زي الحواوشي والممبار برده، بس اجمالا كده لا الحاجه حلوه جدا والكواليتي بتاعتها محترمه، وفيها الطعم الشعبي فعلا او طعم الشوارع اللي احنا ممكن تكونوا بنحبه كشباب، بس بكواليتي مختلفه ونضيفه يعني شويه. وبس كده. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب والفولو، واشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام.